ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ في بنوتة بتقولي انا مؤمنة وبحب ربنا، بس حاسة اني مش موصولة بيه بجد. يعني بقوم بصلي وادعي واوقات بعيط في السجود، بس من جوايا مش حاسة اني انثى قوية ولا مستقرة. بحس دايما اني ضعيفة وتايهة. هو المفروض اعمل ايه؟ وازاي اوصل للاتصال الحقيقي ده؟ بصي، في فرق كبير بين انك تقولي انا مؤمنة وانك تحسي بالله جواكي في كل لحظة. الاتصال الحقيقي بالله مش بس في الصلاة والدعاء، هو في السكينة اللي بتحسيها والرحمة اللي بتديها والوعي اللي بتعيشي بيه كامرأة. وده اللي هقولك عليه دلوقتي خطوة بخطوة. ابدأي من الداخل مش من بره. الاتصال بالله مش محتاج شكل مثالي ولا كلام كتير، محتاجة تكوني صادقة في اللحظة. قولي يا رب أنا مش كاملة، بس أنا جايالك بنفسي. لاحظي لحظة التوهان وارجعي له كل مرة تحسي إنك تايهة أو ضعيفة أو مش كفاية. هي لحظة نداء من ربنا، مش لحظة فشل. جربي تقولي رجعني يا رب لطريقك ولنفسي ولأنوثتي اللي انت خلقتها. الأنوثة مش ضعف، الأنوثة خضوع لله مش للناس. انتي أنثى مش بتجري على حب ولا بتكسري من رفض. قولي أنا كفى بالله، مش محتاجة كفى لحد. لما تصلي بوعي طاقتك بتبقى نقية طول اليوم. مش كفاية أصلي، المهم أصلي وأنا هناك. ركزي في التنفس مع الصلاة. في سجودك قوليله خد مني كل خوفي وإملاني منك. كل صلاة تكون زي ريست لروحك. اتصلي بالله بأنوثتك، مش لازم تبقي قوية طول الوقت. ربنا خلق فيكي اللين والبكاء والضعف الجميل. لما تبقي من غير ما تكرهي ضعفك انتي بتتواصلي بيه بصدق. جربي تبقي هادية مش لأنك ساكتة، لكن لأنك واصلة ومطمئنة. ومارسي طقوس ربانية يومية زي آية الكرسي بنية حضوره. وامشي الصبح في الشمس وقولي التوكيد ده: اللهم نور قلبي وهدي روحي وذكرني إنك دايما معايا. كل ما ترفعي وعيك أنوثتك تبقى أخف وأرق وأهدى. المتصلة بالله مش بتتعلق، هي بتسند. مش بتراقب الناس، هي بتراقب قلبها. مش بتخاف تفضل لوحدها، هي عارفة إن الله ما بيسيبش القلوب النقية. خلي اتصالك بربنا يكون هو المصدر، والباقي رزق إضافي. واكتبي رسالة حب لربنا حتى لو بسيطة: أنا بحبك يا رب وبحس بأمان معاك حتى وأنا متلخبطة. ده بيقوي العلاقة بشكل رهيب، وكأنك بتفتحي حوار داخلي بينك وبين ربك. كل ما تحسي بالفراغ قولي الله موجود. الجملة دي بتحسسك بالأمان وتفك أي شعور بالوحدة. واربطي كل حاجة بتحصلك بربنا. يعني مثلا لو حاجة حلوة حصلت قولي ربنا بيطبطب عليا، ولو حاجة وحشة قولي ربنا بيعلمني. دي طريقة تخليكي شايفة ربنا في كل تفصيلة. وخدي كل يوم اسم من أسماء الله الحسنى، زي اسم اللطيف. شوفي اللطف في كل موقف في يومك. اسم السلام، دوري على السلام في قلبك وسط الزحمة. واعملي حاجات صغيرة بحب، زي تسقي زرعة، تساعدي حد محتاج، تطلعي صدقة. وقولي يا رب أنا بعمل كده عشانك، هتحسي باتصال عجيب.